مش انت عاوز تتعلم انجليزي؟ طب يلا يا سيدي بينا نترك. طيب يا سيدي شكرا كفايه. هو حسن حسني قال ايه؟ قال له طيب يا سيدي شكرا كفايه. شكرا بقى، شكرا، كلمه شكرا دي بتقال ازاي؟ على طول اوتوماتيكلي عقلك هيفكر ويقول لك ثانك يو. ماشي، مفيش مشكله، صح. بس احنا عايزين نفكر في طريقه تانية. تعرف بدايل تانية لكلمه ثانك يو؟ كم كلمه؟ كلمه، اتنين، تلاته؟ عقلك جابك لحد فين؟ طب انت عارف ان احنا ممكن نقول عليها much appreciated؟ much appreciated يعني حد عمل لك حاجه حلوه جدا وانت عاوز تقول له يا انا ممتن جدا ليك. كلمه ممتن جدا ليك دي اسمها ايه؟ much appreciated او appreciated. I appreciated، انا ممتن جدا لكذا. I appreciated. ممكن نقول عليها حاجه تانية، ممكن نقول عليها I'm thankful. I'm thankful، انا شاكر جدا ليك. I'm thankful. ممكن نقول عليها grateful. grateful يبقى thankful و grateful بمعنى ان انا ممتن ليك. في كلمه الاجانب بيقولوها اسمها cheers. cheers. وممكن تبقى انت فتحت لحد الاسانسير او مسكت حد الاسانسير او عملت لحد حاجه كويسه فتلاقيه يقول لك تشيرز. في اللحظه دي انت هتقف كده تفكر هو قال لي ايه؟ تشيرز يعني ايه بقى؟ هو هنا يقصد ان هو يقول لك شكرا ليك. فدي كلمه سلانج عاميه الاجانب بيستخدموها. ممكن نقول حاجه تانية خالص thanks for your troubles، ودي اللي احنا بنقول شكرا تعبتك معايا، شكرا تعبتك معايا. تعبتك معايا دي بقى بنقول على ايه؟ thanks for your troubles. thanks for your troubles. يبقى تاني لما حد يعمل لك حاجه وتقول له يا تعبتك معايا شكرا جدا ليك، تقول له ايه؟ thanks for your troubles. بالظبط كده. فقول لي بقى انت كنت عارف كام كلمه فيهم؟ مستواك جابك لحد كام؟ اوعى تكون عارف ثانك يو بس. عموما اختار لي 2 منهم، اكتر 2 بالنسبه لك انت شايفهم مفضلين، اختارهم واكتبهم لي في الكومنتس في سنتنس. وبذكرك لو انت عايز تتعلم اكتر بالطريقه دي، ان انا اتعلم من انجليزي بقى مش بالطريقه بقى التقليديه واقعد احفظ كلمات والطريقه زي بتاعت ايام المدرسه، لان انا اتعلم من خلال الكوميكس وابقى قاعد مستمتع ومبسوط ونقعد نشتغل من خلال موفيز والسيريز. فانا مش هذكرك ان انت تسال عن كورس السيمي برايفت. ده كورس بيكون معاك 3 اشخاص بس، العدد قليل صح؟ ايوه بالظبط. احنا مخلين العدد قليل عشان تقدر تركز جوه السيشن، المحاضر يقدر يركز معاك ويكون لي في وقت ومساحه ليك جوه المحاضره ان انت تتكلم وتمارس وتاخد وقت ليك ان انت تعيش اللانجوج. لو انت مهتم وعايز تنضم لينا فمش هقول لك بقى تسيب كومنت او تبعت مسج وانا ابعت لك كل الديتيلز.